تخيل جيش كامل يتحول لحجر في لحظة واحدة بسبب لعنة من زمن الفراعنة. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب صحراء مصر الشاسعة كانت مملكة الجنوب عايشة في سلام، لحد ما جيش الشمال بقيادة عقرب الأسود قرر يغزوهم. لكن عقرب ما كانش جيشه عادي، ده كان معاه لعنة حورس الذهبي، لعنة قديمة محدش يعرف سرها ولا قوتها الحقيقية. في ليلة المعركة الحاسمة وقف جيش الجنوب بكل شجاعة، لكن فجأة أطلق عقرب الأسود تعويذة غريبة. السما اتضلمت وظهر نور ذهبي غريب من ناحية جيش الشمال. النور ده لف جنود الجنوب واحد ورا التاني، وفي ثواني كل جندي شجاع اتحول لتمثال حجري. صريخ الأميرة نفرتاري بنت ملك الجنوب ملى المكان، شافت جيشها وشعبها بيتحولوا لحجارة قدام عينيها. عرفت إن دي مش حرب عادية، دي معركة ضد قوة لا يمكن تصورها. الكل استسلم لليأس إلا هي. افتكرت حكايات جدتها عن درع الإله رع، الدرع الأسطوري اللي بيقال إنه بيكسر أي لعنة. لكن مكان الدرع كان سر مدفون من آلاف السنين. قررت نفرتاري إنها لازم تلاقي الدرع ده مهما كان التمن. كانت دي فرصتها الوحيدة عشان تنقذ شعبها.